خبز بمكون رئيسي واحد، للي عنده حساسية من الجلوتين، للي عنده حساسية من اللاكتوز، من البيض، من هاي القصص كلها، ما لكم إلا هاي الخبزة الحلوة، خبز العدس. جربوها وخبروني، وعلينا وعليكم بالعافية. رح أحط العدس المنقوع، مي، ملح، كمون، شوي من الكركم. رح نخلط المكونات، وهيك صار معي الخليط جاهز. شوفوا لي هالقوام الناعم سلس. رح نبدأ بالتشكيل، وعلى مقلاي حامي رح نصب الخليط. لما نشوف الحواف طلعت لحالها نقلبها على الصوب الثاني. وهاي الرغيف صار جاهز معنا. أهم شيء لما تصبوها ما تحاولوا تقلبوها قبل ما الحواف هي لحالها تطلع، وتكون شوية طبقة سميكة لما تصبوا، ما تصبوا طبقة رقيقة. شوفوا وراح نعمل أطيب ساندويش. الخضار الموجودة عنا، بصراحة طيب، مش مبين طعمة العدس فيه أبدا أبدا، تستحق التجربة. بس خذوا بالنصائح اللي خبرتكم عنها، إنه لازم تكون شوي طبقة تخينة، وما تحاولوا تقلبوه غير للحواف هي لحالها تطلع. صحتين وعافية.